ايه هي الحقيقة بتاعة الخطاب اللي وصل من الفيفا لاتحاد الكورة بخصوص كهربا؟ هل كهربا فعلا هيتم ايقافه لمدة 6 شهور تانيين؟ لا، الكلام ده مش صحيح. امال ايه اللي بيحصل؟ كل اللي حصل ان الفيفا بعتت خطاب لاتحاد الكورة بيذكره ان اللاعب ده لسه ما دفعش الغرامة بتاعته المستحقة لنادي الزمالك، فاحنا بنفكركم، واللاعب ده العقوبة بتاعته هتنتهي في 7 يناير ومفيش حاجة. الموضوع بسيط. خلي بالك لو جيت تشوف ان احنا عارفين الكلام ده من زمان، وعارفين ان كهربا لازم يدفع الغرامة دي. كهربا انت مش هتلعب غير لما تدفع الغرامة. طب يا كهربا لو ما دفعتش الغرامة ما انتش لاعب، فالطبيعي ان انت لازم تدفع قبل يوم 7 يناير عشان تخلص نفسك. وممكن لو انت عايز تشتغل في الازرق شوية، ممكن ان انت تدفع 250 الف 300 الف زي قسط كده ولا حاجة، وتقول لهم بعد اذنكم ممكن اقسط الفلوس التانية وكهربا يلعب. ده ممكن يبقى مباح بالنسبة للفيفا، لكن الكلام الاول والاخير هيبقى عند الفيفا. وكل الصحف شنت هجوم على كهربا مش عارف ليه. كله بيتكلم من الصبح ان كهربا ايقاف لمدة 6 شهور. طب يا اتحاد يا كورة، ما تطلع تقول للناس وتفهم الناس ايه حقيقة الخطاب؟ طب وري للناس شكل الخطاب اللي جالك ايه. لا، اتحاد الكورة طبعا زي ما احنا عارفين لا حياة لمن تنادي. اتحاد الكورة ما هوش فاضي اساسا لينا ولا فاضي اساسا للكورة. هو ممكن بيدور على اي حاجة تانية يعملها، لكن ان هو يدور على الكورة ويدور على احوال الكورة، لا لا لا، دي حاجة مستبعدة شوية عن اتحاد الكورة. المهم ان كهربا مفيش حاجه اسمها انه هيتمدد الايقاف او الايقاف هيزيد كمان 6 شهور تاني، مفيش الكلام ده. لكن كهربا لو ما دفعش الفلوس، كهربا بالتالي مش هيلعب. فلازم ان كهربا يدفع الفلوس عشان يخلص، ونشوفه في التشكيله الرسميه والاساسيه للنادي الاهلي، ونشوفه كمان مع منتخب مصر، ويرجع يورينا نفسه اللي كان عليه في اتحاد جده. لان تقريبا من وجهه نظري دي كانت من افضل النسخ اللي شفتها الكهربا من ساعه ما لعب كوره، وهي نسخته مع الاتحاد السعودي. والخبر التاني خبر محمد الضاوي او محمد كريستو اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديوهين اللي فاتوا. صفقة الاهلي الجديدة رسمية، وحط تحت رسميا دي خطوط كتيرة بنسبة كبيرة جدا تفوق 90%. النادي الاهلي مخلص مع محمد الضاوي ومخلص مع النجم الساحلي، وهقول لك ليه. مدرب النجم الساحلي طلع على محطة اذاعية وهي اسمها الجوهرة تونسية، طلع وقال احنا فعلا عندنا مشكلة وازمة مالية، واحنا مش قادرين ان احنا ندفع الغرامة بتاعت كوليبالي للنادي الاهلي، فاحنا بالتالي ممكن نضحي باللاعب عشان يروح للنادي الاهلي، وان احنا كده نكون انهينا الفلوس بتاعت كوليبالي، وكمان ممكن ناخد فيها حوالي 600 الف دولار او 700 الف دولار من النادي الاهلي. وتقريبا الصفقة دي هتقف على النادي الاهلي بمليون ومتين او مليون وتلتمائة الف حاجة يعني زي كده. لسه القرار ما اتحسمش بالنسبة للفلوس، ولكن في ترحاب، والعقد هيكون من 4 ل5 سنين. زي ما قلنا ان اللاعب ده مبشر، وتقريبا بعد الكلام بقى بتاع مدرب النجم الساحلي فده بيأكد الكلام اللي احنا قايلينه بقالنا يومين. فمحمد كريستو او محمد الضاوي ان شاء الله ان شاء الله بنسبة كبيرة ده اول صفقات النادي الاهلي في يناير. وخلي بالك زي ما قلت احنا عاوزين مش اقل من 6 7 صفقات، عشان احنا اللي عندنا مشطبين من الاخر. مشطبين، ما تجيش تلوم لي على الراجل، انا مش همسك كل حاجة للراجل. انا عندي الجودة بتاعتي وحشة واحنا متفقين وعارفين. وهتطلع ناس تقول لي ما تقلقش، عمار حمدي راجع من الاصابه، ومحمود طاهر راجع هو كمان من الاصابه، صفقه من العيار التقيل. مين يا ابني اللي صفقه من العيار التقيل؟ عمار حمدي. ليه وعمار حمدي صفقه من العيار التقيل ليه؟ ده لاعب عندي وكان مصاب. فين اللي صفقه؟ مين اللي صفق له؟ فده مش صفقه جديده، انت ما تقنعنيش ان هو صفقه جديده. وشويه ونسمع كلام ان مفيش دولارات في خزينه النادي الاهلي. ازاي يا ابني؟ ده النادي الاهلي متعاقد مع بنك يا ابني. ازاي النادي الاهلي مش عارف يوفر دولارات؟ يعني النادي فريق بحجم النادي الاهلي وبكل اللي احنا بنقول عليه ده ومش عارف يوفر دولارات عشان نجيب شويه صفقات للنادي الاهلي؟ بمعنى ايه؟ انتوا عايزين توصلوا للناس ايه؟ نشوف المحليين؟ طب المحليين الجودة بتاعتهم قليلة، طب خلاص يبقى قدامنا الامر الواقع، نطلع شوية الشباب. نفس اللي حصل الموسم اللي فات هنكرره بالظبط، بس المرة دي احنا مش هنحمل حد المسؤولية غير الإدارة. النادي الأهلي فيه حاجات كتيرة غلط، أوضة اللبس فيها مشاكل،
واعتقد ان احنا كلنا حاسين بالمشاكل دي. لعيبه كتيره مش في الفورمه. برونو سافيو ده لاعب بيلعب لوحده، مش عارفين بيلعب لوحده ليه. تحس ان هو منعزل كده عن الفريق. بنسمع كلام ان علي معلول هياخد شارة القيادة مكان الشناوي. كلام 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 كلام. ما هو كتر الكلام ده يسبب مشاكل. عايزين نقفل على نفسنا ونشوف فريقنا ناقصه ايه واحتياجاته ايه. وما مفيش وقت على يناير، مفيش وقت. ده انت بتتكلم في 3 4 ايام. قول لي انت خلصت ايه؟ احنا مفيش قدامنا غير كريستو، مفيش قدامنا غير محمد الضاوي، ما عملناش حاجة تاني لحد دلوقتي. والخبر التاني ان كابتن محمود الخطيب رجع من السفر النهارده، ما روحش على بيته. رجع على النادي الاهلي، وكان عنده شويه اجتماعات وكان وراه حاجات كتير يخلصها. وسمعت انه هو في جلسه قبل ما اطلع اعمل الفيديو ده، ان في جلسه مع كولر وسيد عبد الحفيظ وامير توفيق ومش عارف مين في لجنه التخطيط. كلام جميل. احنا لحد دلوقتي بناخد كلام. احنا عاوزين الفعل، وعايزين الفعل السريع، عايزين نشوف التغير السريع. في برضو بقى يعني حاجة كده كمان مضايقة الواحد وحاسس انها يعني مش طبيعية، وناس اتكلمت عليها كتير قبل كده. بس اللي غيظني ان محدش، ان ما شفناش حاجة حصل. يعني الناس اتكلمت وقالت هل المسؤولين مش واخدين بالهم؟ مش واخدين بالهم ان النادي الاهلي بياخد 48 ساعة بين كل ماتش، ونادي الزمالك مثلا ياخد 3 ايام، ياخد 72 ساعة، ياخد زيادة يوم عنك. والفرقة اللي انت تلعبها مثلا ممكن تكون مريحة قبلك 4 ايام وانت مريح يومين. مش عارف. واعتقد الظاهرة دي حصلت كتير. فانا مش عارف ازاي دي معدية على مسؤولين النادي الاهلي، وازاي ان محدش بيتكلم عليها. والجماهير اللي قاعدة بتتكلم كل شوية عن الكلام ده. انتم ما بتسمعوناش، ولا انتم بعيد عننا، ولا انتم مش حاسين بينا، ولا ايه بالظبط؟ احنا لازم يبقى في لغة حوار، لازم يبقى في لغة حوار بين الجماهير وبين الإدارة. ايوه احنا ورا الإدارة ومعاها لحد الآخر، بس لازم تعرفوا ان الجماهير جايبة اخرها. لازم تسمعوا الجماهير عايزة ايه، لازم تعرفوا وتشوفوا. الجماهير هي بتتفرج على اللعيبة دي وبيحصل معاها اللي بيحصل ده. الجمهور اللي في الاستاد اللي بيبقى 3000 للنادي الاهلي، تبص للنادي الزمالك تلاقيهم 10000 و6000 و7000. طب حق ده ولا مش حق؟ فين رابطة الأندية؟ فين الناس دي؟ ما فيش حد بيتكلم. هي ماشية بالحب، هي ماشية بالحب. واخر حاجة كنت قلت لك الفيديو بتاع امبارح ان عمر فايد لاعب المقاولين العرب. اللاعب ده على رادار النادي الاهلي. احب اقول لك ان طلع الراجل رئيس النادي وقال لك انا ما عنديش لعيبه للبيع لا الاهلي ولا الزمالك، وانا لو بفكر ان انا هطلع اي لاعب من عندي فانا هطلعه لاوروبا، مش هطلعه لاي فرق في الدوري المصري. والراجل المفروض ان هو كده قفل الباب. فده بالنسبه للموضوع. ادي صفقه من الصفقات اللي كان سمعنا عليها كلام، يعني من الصفقات المحليه. بالنسبه لشادي حسين والكلام اللي طلع عليه ان هو جاي له كذا فرصة إعارة، شادي حسين مكمل مع النادي، وشادي حسين مش هيمشي. وشادي حسين لسه ما أضافش حاجة، ولسه مستنيين منه كتير، وهو لسه عنده كتير يوصله للنادي الأهلي والجماهيره، وده اللي بنتمناه منه. وكانت دي كل أخباري يا دكاترة الكورة. وما تنساش إن أنت الداعم الوحيد ليا، وأنت اللي ليك الفضل بعد ربنا إن أنا أكون موجود لحد دلوقتي ومستمر، عشان دعمك هو اللي بيوصلني للي أنا فيه. ما تنساش تصلي على النبي، واشوفك في حلقة جديدة، والسلام عليكم.